يا صباح الورد ومساء الفل على احلى اخوات واحلى متابعين عندي في القناه. نور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين شايفين المهزله؟ بصوا، ده كان طبعا مش قبل العيد ولا حاجه، ده بعد العيد. يعني انا ما كنتش فرشت فرش العيد. هفرشه بقى معاكم النهارده ان شاء الله. يعني لظروف بقى، يعني الواحد بيبقى تعبان او عنده ظروف تانية، فانا بصراحه ما قدرتش ان انا افرش فرش العيد. كنت فرشت بس الاوضتين، اوضه البنات واوضه النوم بتاعتي، وكنت ظبطت المطبخ. بس طبعا للاسف ما كنتش فرشت الريسبشن، وانا كنت عايزه اصور معاكم الشقه كلها، بس يعني ما حصلش نصيب. ونقول الحمد لله. نبدأ بقى مع بعض ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لو أول مرة تشوفيني، أنا أختك سحر ودي قناتي. يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا تفعيل وحط اللايك علشان خاطر يدعم القناة، وطبعا الكومنت بتاعك اللي بيبسطني. أول حاجة ابتديت بيها الجزء اللي هو اللي فوق اللي في السفرة، عشان ده مستوى اعلى من بقية الريسبشن عندي. عشان ايه؟ بنضف فوق وبعدين بنزل على تحت. مش هلم السجادة لان انا كنت عملت الجزء ده وكنت وريته لكم قبل العيد، بس للأسف ما كملتش، يعني وقفت على كده. من ضمن الحاجات اللي ما خلتنيش افرش، كنت مشترية ستاير جديدة. وللأسف الستاير طلعت طويلة قوي، حاولت اظبطها طبعا قبل العيد. معرفتش، لان طبعا محدش فاضي، محدش بيستقبل شغل قبل العيد ب3 ايام او حاجه. بس قلت الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل، ماليش نصيب ان انا افرشهم دلوقتي. بعدين وانا مش جايبه ستاير تقيله، كنت جايبه ستاير كتاني اللي هي الخفيفه، اللي هي اللي بتبقى بس قلت خلفية الحمد لباقي لله، يعني مفيش الستاير. نصيب بقى ان هي تتفرش. والحمد لله. ده البورنوس المايو بتاع بنتي الكبيره، ودي الانبوبه لاني ما عنديش في الشقه غاز. انا لسه العماره جديده، فمش للأسف مش كل السكان فيها، فلسه لازم 70% عشان خاطر شركة الغاز توافق ان هي تركب لنا الغاز. دي طبعا مأساة يعني. شلت بقى كل حاجة من على السفرة، ولمعت في وصفة حلوة قوي لتلميع الخشب، ان شاء الله هبقى انزلها لكم. بس طبعا مش من اختراعي يعني. آه، حلوة قوي، تخلي الخشب يلمع افضل من، بصراحة، من بلج، وكمان الحاجات اللي بيبقى فيها روايح. وانا كنت قبل كده قلت لكم ان انا حاليا، يعني قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، دلوقتي بقى صدري يوجعني من اي روايح. بس برضو قلنا نقول الحمد لله، ودايما الذكر كده يبقى ايه على لساننا، ان الحمد لله دايما وابدا يا رب العالمين. خلصت، مش هرفع زي ما قلت لكم، مش هرفع السجاده، كنت كده كده لسه رافعاها ما كملتش كام يوم، فمش هرفعها تاني بصراحه. هلمع كده من حواليها بالشرشوبه والميه، وكنت حاطه مش فاكره اسمه بيركس تقريبا، حاجه زي كده. بيخلي بصراحه ريحه الميه، يعني ريحه الميه بتاعه المسيح اللي احنا بننضف بيها، بتخلي ريحه السيراميك والشقه حلوه قوي. نفسي الاقي صرفه للعجله دي، شكلي ادخلها في اوضه البنات، كل حاجه في اوضه البنات. وعايزه اجيب مكانها جزامه ان شاء الله باذن الله. نضفت كده حواليها واستنيت طبعا لما الميه تنشف، وبعدين رجعت السجاده. وايه هنا كنت بحاول ان انا اغير المفرش. بنتي قالت لي لا، جوجو يعني قالت لي لا حلو لسه فرشينه ما تغيرهوش. وبعدين بقول لها طب نعمل اي شكل او حركه فيه، راحت قالت لي لا لا لا، رجعي زي ما كان. قولوا لي بقى كده احلى ولا الحركه اللي كنت عاملة؟ بس ما كانتش باينه للاسف. رجعت بقى الكراسي كلها زي ما كانت مكانها، بعد طبعا ما نفضتها. انا كنت هنا لبستها الكفر اصلا، زي ما قلت لكم كنت منضفه ومظبطه الجزء ده من الريسبشن اصلا قبل العيد، وكنت وريته لكم. بس طبعا رجع، فقلت بالمره بقى تنظيفه بالمره، هو كده كده كان مكركب وعليه عليه حاجات، فقلت انضفها بالمره. بصوا بقى، كارثه. الريسبشن عندي حرفيا متبهدل والله. بس لا، مفيش حاجه تقف ورانا قدامنا ولا ايه. هننضفه دلوقتي ونخليه زي الفل ان شاء الله. آم، هنا اصلا الترابيزه دي كان مكانها ازاز. انا عندي ترابيزتين، ترابيزه زي دي وترابيزه تانية شبهها، حاطه واحده هنا مكانها هنا، والتانية كانت مع الكراسي. كان عندي 5، كان عندي 5 كراسي، بس حطيت 2 جوه وخليت 3، لاني في الداخله وفي الخارجه كانت البنات بتتخبط فيهم. هي الخبطه مش بتبقى جامده ولا حاجه، هما متنجدين، بس قلت لا يعني تلاشى الموضوع ده، دخلتهم جوه.
ودخلت الترابيزه، بس عايزه اخرج الترابيزه تاني بصراحه. وكانوا ازاز يعني، هي ترابيزات كابوتينيه، وكنا حاطين عليها الازاز، فكان الازاز مبين التطريز او الكابوتينيه اللي محطوط اللي معمول بيهم الترابيزات. بس طبعا ايه بقالهم فتره، فالازاز من اي حاجه سخنه، لان معظم اكلنا على الترابيزه دي مش على السفره. حاجه بقى بتتكسر، حاجه بتتعمل يعني حاجه بتبقى سخنه، فالازاز كان بيطق ويتشرخ. فطبعا شلته وقلت يعني صاحب البيت شاله، وقال ايه الحاج صاحب البيت شاله، قال كده ايه افضل، وجاب الرخامه، بس للاسف الرخامه المقاس خانه تقريبا، فطلعت صغيره، فمقرفه بقى ان كل شويه لو بناكل او اي حاجه فتافيت الاكل او الرده بتنزل فيها. بس طبعا الحمد لله افضل طبعا من الازاز، لان اي حاجه كانت للاسف كانت بتشرخ. هنا بقى رحت لما شايفين كل اللي طالع من الركنه، يا نهار ابيض. هنا بقى ده ما بعد العيد، يعني كان بقى طبعا عشان كان عندي ربنا يخلي اخواتي، يعني كانوا عندي وولادهم طبعا، فطبعا اي حاجة بيلعبوا بيها، ياكلوا سوداني مش عارفة ايه، بتقع من تحت الشيلت بتاعة الركنة. هنشيل بقى الركنة خالص من مكانها، عشان دي بقى تنظيفة العيد، تنظيفة العيد اللي بعد العيد. وبكنس كده وراها كويس قوي، وبنفض علشان خاطر تبقى كل حاجة بقى نظيفة، عشان لما ايه طبعا عندي الركنة تقيلة، اللهم بارك، فبيبقى صعب بصراحة عليا ان انا كل شوية اشيلها. فلما باجي انضف التنظيفة دي طبعا، او مش انا بس، اي ست بيت يعني، طبعا لازم تشيلها من مكانها وتنضف من وراها وتمسح، وبعدين ترجع تاني، عشان خاطر احنا مش كل يوم بنعمل العملة دي. ممكن تكنسي يوميا، ممكن بالمكنسة تشفطي، لكن مش بتعرفي ان انتي طبعا تشيلي اكيد الركنة كل يوم، يعني بيبقى صعب الموضوع صعب يعني. هنا بقى لقيت، مش عارفين، بلاقي كل حاجة مش لاقيها، بلاقيها تحت الشيلات بتاعة الركنة دي. عايزين طبعا نقول لولادنا وبناتنا الف مبروك، لكل ولادنا وبناتنا كده الحلوين اللي نجحوا. عارفة ان التعليم بقى صعب عندنا ويعني بقت مأساة كل بيت يعني. ف إن كان ابتلاء يعني، بأمانة ربنا يا رب يرفعه من علينا يا رب، ويجعله كده إن شاء الله في ميزان حسناتنا. مبروك لكل ولادنا. وما ننساش كده حبايبنا اللي في الثانوية العامة، ربنا يا رب يجبر بخاطرهم وخاطر أهاليهم يا رب كده، والامتحانات تيجي كويسة، ما يجيش فيها الحاجات بتاعت كل سنة دي. الحمد لله يعني، والشكر لله. تبقى كده ان شاء الله امتحانات تعدي بسلام وخير، وربنا يا رب يكبر بخاطر كل طالب، وكل يا رب ولي امر كده تعبوا مع اولادهم، وولادهم اكيد طبعا تعبوا في الدراسة. فبالتوفيق، وربنا معاكم يا رب وينجحكم، وكل واحد نفسه يدخل كلية ان شاء الله يا رب يدخلها كده، ويجيب مجموع اعلى من هو بيتمنى. اللهم امين يا رب العالمين. لو وصلتي بقى معايا لغايه هنا، ما تنسيش اللايك الحلو بتاعك، واكيد الاشتراك في القناه تنورينا، وكمان الكومنت الحلو بتاعك اللي بيبسطني. هنا بقى ايه، بس بصراحه عايزه اقول لكم حاجه، انا مش بعرف انضف قدام الكاميرا، يعني انا بعمل كده قصادكم تمام، وبعدين بقفل الكاميرا واعيد تاني، لاني بحس ان انا مش مالكه. انا بخاف مثلا ايه الفستان او العباية او ايا كان اللي انا لابساه ان هو يترفع او حاجه، فبحاول على قد ما اقدر اظهر انا بعمل ايه، وبعدين بقفل الكاميرا وارجع بقى انا انضف التنظيف اللي انا عارفه اعمله. لان قصاد الكاميرا بصراحه مش ببقى متمكنه 100%، من بالذات قصه التنظيف دي. كنت قلت لكم قبل كده في اول فيديو عملته، قصيت منه وقطعت منه كتير قوي، لان ما كنت بصراحه مش عارفه اظبط الدنيا حلو. بقطع منه كتير. يعني هنا برضو بصوا نضفت كده بالمقشه، جبت المقشه ودلقت ميه وقعدت انضف كده، وبعد الكاميرا وبعد ما خلاص بقى بينت لكم انا عملت ايه في الجزء ده، رحت قافله بقى ورحت ايه مسحه أنا بقى المسيح بتاعي بقى، اللي احس فيه ان انا نضفت فيه الارض زي ما بنضف يعني. جريت بقى بالمساحة ونضفت الدنيا واستنيت لما بتنشف، مش برجع الحاجة على طول، عشان خاطر ايه الرجول بتاعت الكنب او ايا كان العفش اللي ما يعلمش او ما يطبعش مطرح المية طبعا.
هنا شايفين تحسوا كده براحة نفسية فظيعة. هنا كنت قاعدة بكلم البنات، عايزة اقول لكم كنا لسه تقريبا جايبين النتيجة قبلها على طول، كنا لسه جايبين النتيجة الحمد لله. انزلوا بقى في الكومنتات قولوا لجوجو وفريدة كل برضو مصممة على كل سنة وانتم طيبين. مبروك، وان شاء الله كده عقبال السنين اللي جاية. السنة الجاية عندي اعدادية ان شاء الله، يا رب يوفقك يا جوجو تجيبي المجموع اللي نفسك فيه واعلى كمان. ويا جوجة يا فوفا هتبقي في سنة 5 يا حبيبتي، ربنا معاكي ومع اولادنا وبناتنا كلهم يا رب. هنا بقى رحت بقى الجزء التاني. عايزه اقول لكم اتصدمت وانا بفرش وانا لما اخدت نزلت الحاجه للدراكلين دي، كانت اول مره اتعامل مع الدراكلين دي. انا غلطانه، انا استقربت قلت دي قريبه و... وخلينا في القريب بلاش نودي البعيد. بس للاسف لا، اتضايقت قوي، مش منضف لي الحاجه زي الدراكلين الاولانيه اللي انا كنت بتعامل معاها. اتضايقت قوي بصراحه، بس الحمد لله نقول دي بتعلم غيرها. وفعلا يعني المثل اللي بيقول اللي تعرفه احسن من ما تعرفوش، فعلا المثل ده حقيقي والله. فاتضايقت قوي، مش منضف لي الفرش كويس. يلا بقى الله يسامحه. ومش عارفه بيقبلوا ازاي فلوس مش تعبانين فيها. يلا الحمد لله. هنا بقى نقلت البفات كلها، ودي السجاده الصغيره اللي كنت فرشاها للسفره شلتها وحطيت الكبيره. وهبتدي بقى اشيل كل حاجة كل حاجة. هو يعتبر كركبة مش اكتر من ان هي متوسخة، يعني انا عندي الشقة مكركبة جدا. وبعدين كان بعدها جم طبعا كنا مروقين كده بس ناقص على الفرش، بقول لكم بقى جم اخواتي وما اعرفش ايه، وطبعا العيد بقى له كذا يوم. فقلت لا بقى تنظيفة عميقة وخلاص بقى. موضوع الستاير ده يعني هو اللي هيبقى نقف عليه يعني. خلاص نفرش في ستايرنا الحلوة الاولانية. آه، وخلاص بقى الشقة تعيد بقى، لان كده مش هينفع بصراحة. قولولي بقى مين عمل كده زيي وما كانش لسه فرش. اعتقد مش هتلاقوا حد ما كانش لسه فرش قبل العيد زي يعني. بس نقول برضو الحمد لله. شايفين بقى الترابيزة دي كل اللي رايح واللي جاي، وانا من ضمن طبعا حاطط عليها الحاجة. حاطط عليها بقى اقلام، حاطط عليها اسمها ايه دي، مفاتيح الاسانسير، مفاتيح الشقة، فرشة، توكة، مش عارفة ايه. اللي على الشمال ده كان بيتباع في المترو، بيقال ان هو اللي انا مسكته ده في الاخر بيشيل البقع بتاعة الحبر. يا رب يكون بجد. انا لسه ما جربتش، بس عايزه اجرب في حاجه بعيده عن الهدوم في الاول، علشان خاطر بدل ما يكون بيبقع او بيبهدل الهدوم بصراحه. لاني عندي فوفا الله يهديها ويصلح لها حالها يا رب، يا اولادنا وبناتنا كلهم. مبوظالي لبس العيد بتاعها الاتنين، التيشيرت والسلوبيت بالجيف. كانت بتروح بيهم الدروس، وللاسف في كذا لطشه كده بالجيف، فكنت عايزه اظبطه. ان شاء الله لو ظبط هبقى ايه اوريلكم. لمعت كده الشاشه تلميع كده عارفين في الكروات، لاني بخاف بصراحه من موضوع الشاشات ده، بسبب الشاشه بتاعتي الكبيره اللي كنت حطاها في الريسبشن دي باظت، عشان خاطر كان يعني اللي بيصلحها قال ده بسبب اللي بينظف. طبعا مش مقتنعه بالسبب، بس يعني خلينا ايه برضو في السيف سايد، ان انا ايه هبعد عن اي حاجه ممكن تضر الشاشه او كده. هي بتتصلح بقى، ادعوا ان هي بقى ايه تيجي، لان دي بجد بحس ان هي بسبب ما شاء الله الريسبشن كبير وهي بعيده عن الركنه، فبحس ان هي يعني مش شايفه بيها كويس زي بالذات لما يكون في ترجمه فيلم اجنبي او حاجه شغال، مش ببقى شايفه كويس بصراحه من على بعد المسافه دي كلها. لمعتها بقى وظبطتها كده وخليتها تلمع الترابيزه. وبعدين بقى ايه طبعا كنت كنست الجزء ده، وبعدين ايه هعمله كده، هدلق ميه كتير وهعمله بالشرشوبه. زي ما قلت لكم مش بمسح كويس قدام الكاميرا، مش بعرف، بس اوريكم انا بعمل ايه. قولي لي بقى خرجتوا رحتوا فين؟ احنا خرجنا خروجه حلوه قوي، كانت مرات اخويا بصراحه حبيبتي ايوش هي اللي ودتنا. اتبسطت قوي. ان شاء الله باذن الله كده عايزه بقى يبقى معانا كذا حد كده ان شاء الله، بس يرجعوا من السفر باذن الله كده بالسلامة، ونعيد الخروجة دي. وهحاول ان شاء الله ان انا اصوركم كده مقتطفات، مش اصور الناس اللي معايا، او انا مش بصور يعني
ناس كتير في القناة. انا بس يعني هو بس الروتينات اللي انا بعملها، بس ان شاء الله كده يبقى فلوج حلو قوي. بس ندعي بس الناس ترجع من السفر بسلامة. هنا بقى رحت جايبه المفارش الصغنطوطه دي اصلا بتاعه النيش، بس انا كنت انا واختي كنا جايبين حاجات تانية. بس كانوا كتير، كانوا تقريبا 12. قسمناهم بيني وبينها عشان ايه كان يعني استكفينا بستة بدل ال 12 دول. ودول برضو يعني ببدلهم، بقول يبقى ده يعني غيار تاني، ده مرة وده مرة. فطلعت بقى دول وحطيتهم على الترابيزة. وهنا برضو ما كنتش عارفة احط المفرش ده ولا ما احطوش. لان بصراحة مش بيخلوه، يعني عندي البنات مش بيخلوا المفرش مكانه. زي ما قلت لكم احنا اكلنا وشربنا معظم الوقت في الجزء ده. هنا بقى فرشت زي ما قلت لكم مش هفرش السجاد، فرشت الحافظات اللي انا كنت جايباها. الحافظات دي جبتها السنه اللي فاتت على اساس ان انا اغير الوان الفرش على جراي. بس يعني كنت حكيت لكم ان جبت للكفر كذا مره للركنه، وللاسف ما جاش مقاسها. بس ان شاء الله الايام اللي جايه دي عايزه اغير. عايزه كنت طلعت في دماغي اعمل اورنج بدل الجري اورنج. وجبت طبعا ستاير على جري وكل حاجه. بس يلا الحمد لله، هنشوف بقى ونظبط كده الايام اللي جايه دي مع بعض. ده فرش بقى كنت جايباه اصلا اول ما عملت الركن على طول. جبت الفرش ده انا وبنت خالتي، كنا نزلنا السوق مع بعض وجبنا الاتنين بنقول عليهم بياضات، اللي هم لونهم بيج دول. هم يعني قصيرين على الركنة عشان الركنة عريضة. بس طبعا بيرحموا الركنة من الهلك بتاعنا اليومي، لان دي قعدتنا اليومية على الركنة هنا. الصفرة دي، الشنطة الصفرة دي الستاير اللي ما فرشتهاش. كان نفسي افرشها والله. هفضل اندب لكم طول الفيديو ان انا كان نفسي افرشها. هنا بقى خلصت، الارض نشفت. هبتدي بقى امسح همسح ايه، هبتدي ان انا افرش بقى خلاص اسمها ايه، الحافظه التانية. بصوا مش عارفه بنت ولا لا البقعه اللي في الحافظه دي اللي ما نضفهوش. يلا هي بقع كتير مش البقعه دي بس. خلصت بقى كده وفرشت، وهبتدي بقى ايه كنت كمان فرشت الستارة الأولانية اللي في الجنب. ولسه بقى كانت الستائر التانية التقيلة أنا اللي بكويها بصراحة، مش بنزلها للمكواجي. بس أنا اللي بكويها. هنا بصوا بقى ال المكان مهما يكون نظيف بس مش مفروش له سجاد ولا مفروش له ستاير، بحس ان هو اقرع، بحس ان هو مفيهوش روح خالص. الستاره الاولانيه البني دي بتاعه الطرقه، والتانية دي بتاعه الريسبشن. دول اصلا كانوا بلتكينه، بس لما نقلت كانت بلتكينه كانت كبيره على البلكونه، بس لما نقلت هنا بصراحه ملهاش مكان. ف والستاير سألتها كانت غاليه جدا. فرحت قلت لا بقى انا هعملها بدل الشريطه بتاعه البلتكانه، لا هعملها اللي هي الحلقان دي. وطبعا حلوه ووفت ويعني زي الفل، ومبسوطه بيها جدا، بحب الستاره دي قوي. هنا بصوا بقى الريسبشن كان الحمد لله راق وخلص. بس ما كنتش لسه حاطط لهم الحلويات في ال في البوكس بتاعها. خلصنا فرشنا ستايرنا وفرشنا حاجتنا الحمد لله. بس مش باينه ليه الستاره دي قوي، مش عارفه. حلو كده خلصنا الحمد لله. شايفين الترابيزه رجعت بنت ناس زي ما كانت. وهنا بقى خلصنا كل حاجه. لو عجبك الفيديو ان شاء الله يعجبك، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وتفعيل الجرس طبعا، ودعوه حلوه كده من القلب. اشوفكم في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.